نختصرها بكلمتين ما نعيش بلا حسين. السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أعدائهم أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة هواة الكلب. هذه السلسلة كما تعلمون لا نهاية لها، فالحمد لله الذي جعل أهل السقيفة يكذبون لكي ينتشر الفيروس الشيعي المحمدي. وفي هذه الحلقة كالعادة معنا الأقلقي العفن، الهارب الفرار المختبئ خلف الشاشات، الهارب من المناظرات. كعادته ما زال يكذب ويدلس ويضحك على العوام المساكين بجهله وغبائه المركب. دعونا نشاهد ما في جعبته هذه المرة. الشيعة يزعمون، وإن شاء الله احنا قد نفرد حلقة في هذا، إن علي بن أبي طالب عياذا بالله ونقل الكفر ليس بكافر، أفضل من الله تبارك وتعالى. الشيعة يعتقدون هذا، وسأثبت لك هذا من كتبهم. ما شاء الله، الشيعة يعتقدون أن إمام المتقين ويسوب الدين وأمير المؤمنين أفضل من الله. قوية هذه. ويقول أنه سيثبت ذلك من كتبنا. ما شاء الله على هذا الباحث المتخصص في دين الشيعة. هيا هات ما عندك. في كتاب اسمه كشف الغطاء لشيخ معاصر عندهم اسمه العالم الشيعي جعفر كشف الغطاء. قال في المجلد الأول صفحة 13: قال الله في حديث قدسي: أقسمت بعزتي وجلال، علي بن أبي طالب حجتي على خلقي، أقسمت بعزتي وجلال أن لا أدخل النار، لأن لا أدخل الجنة من أطاعني وعصى علي، وأقسمت بعزتي وجلالي أن أدخل النار من عصى علي، أن أدخل النار من عصى علي وإن أطاعني. عقيدة الشيعة كده: اعصي الله وأطع علي تدخل الجنة، اعصي علي وأطع الله تدخل النار. خرج علينا الصدوق في كتابه الأمالي صفحة 756 قال الله حديث قدسي: وعلي مقيم حجتي لا أعذب من والاه وإن عصاني. اعصي الله بس أطع علي، لا أعذب من والاه وإن عصاني، ولا أرحم من عاداه وإن أطاعني. وأيضا في كتاب 100 منقبة لمحمد بن أحمد القمي، وفي كتاب مناقب أبي طالب لابن شهر أشوب، ومقدمة تفسير البرهان، وفي كتاب العقد النضيد والدر الفريد، وفي كتاب المحتضر، كتب كثيرة جدا، في كتاب الجواهر السنية، وفي بحار الأنوار للمجلسي. هذا الكتاب في كتاب بحار الأنوار لهذا ما يسمونه العالم محمد باقر المجلسي، وهو مليء بالظلمات. هذا الكتاب ليس بحارا للأنوار. قال الله: علي بن أبي طالب حجتي على خلقي، لا أدخل النار من أطاعه وإن عصاني، ولا أدخل الجنة من أطاعني وإن عصاه. وإن عصى مين؟ وإن عصى علي بن أبي طالب. إذن نعم، مليون ومليار وحتى ينقطع النفس. نعم، الله سبحانه وتعالى سيدخل النار من عصى عليا وإن أطاع الله، وسيدخل الجنة من أطاع عليا وإن عصى الله سبحانه وتعالى. ما هو وجه الغرابة في هذا الحديث القدسي؟ أنت أولا يا مدلس اقرأ الحديث بدون بتر لكي تتضح الصورة للمشاهد، وثانيا يا جاهل افهم الحديث ثم شنع. فما فهمته أنت من الحديث لا يقول به عاقل أن علي أفضل من الله. تعالوا معي لنقرأ الحديث بدون بتر من كتاب الخوارزمي، كتاب المناقب للخوارزمي في الجزء الأول صفحة 318 بسنده عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما أن خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه عطس آدم فقال: الحمد لله. فأوحى الله تعالى إليه: حمدني عبدي وعزتي وجلالي لولا عبدان أريد أن أخلقهما في دار الدنيا ما خلقتك. قال: إلهي فيكونان مني؟ قال: نعم يا آدم، ارفع رأسك وانظر. فرفع رأسه فإذا هو مكتوب على العرش: لا إله إلا الله محمد رسول الله نبي الرحمة. علي مقيم الحجة، ومن عرف حق علي زكى وطاب، ومن أنكر حقه لعن وخاب. أقسمت بعزتي أن أدخل الجنة من أطاعه وإن عصاني، وأقسمت بعزتي أن أدخل النار من عصاه وإن أطاعني. الإجابة على هذا الحديث بكل بساطة وسهولة في نفس الحديث، أن علي عليه السلام مقيم الحجة، ومن عرف حق علي وأقر له بالإمامة زكى وطاب، ومن أنكر إمامته وحقه لعن وخاب. ثم يقول تعالى أنه سيدخل الجنة من أطاع عليا وأقر بحقه وبإمامته حتى وإن عصى الله في بعض أحكامه، وسيدخل النار من عصى عليا وجحد حقه وإمامته حتى وإن أطاع الله في بعض أحكامه. هذا كل ما في الأمر. فهذا المدلس بطل الحديث ليوهم أتباعه أن علي أفضل من الله. وبما أن ذكر اسم علي عليه السلام تشمئز قلوبكم، سأحذف اسم علي ونضع في مكانه رسول الله صلى الله عليه وآله، ويصبح الحديث عندنا بهذا الشكل في الفقرة الأولى من الحديث: أقسمت بعزتي أن أدخل الجنة من أطاع رسول الله وإن عصاني. ماذا نفهم؟
نفهم أنك إذا أطعت رسول الله وآمنت بنبوته سيدخلك الله الجنة، لأن طاعة رسول الله هي طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن رسول الله هو الطريق إلى الله وإلى الجنة. حتى وإن عصيت الله في بعض الأحكام قد يغفر الله لك ويدخلك الجنة، لأن عصيانك هنا هو عصيان الشخص المؤمن بالله وبرسوله، فتكون أهلا لأن يغفر الله لك ذنبك. هذه الفقرة الأولى واضحة جدا. الفقرة الثانية تقول: وأقسمت بعزتي أن أدخل النار من عصى رسول الله وإن أطاعني. ماذا نفهم؟ نفهم أنك إن عصيت رسول الله ولم تؤمن بنبوته سيدخلك الله النار حتى وإن أطعت الله في الظاهر. يعني أنت قد تؤمن بالله ولكن قد تجحد رسالة رسول الله أو تعصيه، لأن رسول الله يأمر ما أمره الله. رسول الله هو الطريق إلى معرفة أحكام وشرائع الله، فأنت إذا لم تطع رسول الله وتؤمن بنبوته ستدخل النار حتى وإن صدرت منك بعض الطاعات لله، لأن طاعة رسول الله هي طاعة الله سبحانه وتعالى. بمعنى آخر مختصر جدا أن من شروط دخول الجنة هو الإقرار بنبوة رسول الله حتى وإن عصيت الله في بعض الأمور، فعدم الإقرار بنبوة رسول الله يعني دخولك النار، ولن يقبل الله منك أي عمل حتى وإن أطعته. الآن نضع اسم الإمام علي عليه السلام تصبح عندنا نفس النتيجة، أنك إذا أطعت عليا وأقررت بولايته تدخل الجنة، لأن الله هو من جعله إماما وأمرنا بطاعته. ستدخل الجنة حتى وإن عصيت الله في بعض الأمور قد يغفر الله لك، لأن عصيانك هو عصيان شخص المؤمن بإمامة علي، وهكذا تكون أهلا لمغفرة الله ودخولك الجنة. ولكن لن يغفر الله لك إذا جحدت إمامة علي حتى وإن أطعت الله في بعض الأمور. صار واضحا؟ أما قوله عقيدة الشيعة كده: اعصي الله وأطع علي تدخل الجنة، اعصي علي وأطع الله تدخل النار. هذا لا يعني أنك إن أطعت عليا تدخل الجنة مطلقا حتى وإن كفرت بالله، هذا لا يقول به عاقل، لأن إقرارك بولاية علي عليه السلام هي إقرارك بالله سبحانه وتعالى ربا، لأن علي يهدي إلى الطريق المستقيم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا ما قاله رسول الله. نشاهد مسند أحمد بن حنبل في الجزء الأول صفحة 537 حديث 859 إسناده صحيح. صفحة 538 عن علي قال: قيل يا رسول الله من يؤمر بعدك؟ قال: إن تؤمر أبا بكر تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وإن تؤمر عمر تجدوه قويا أمينا لا يخاف في الله لومة لائم، وإن تؤمر عليا ولا أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يأخذ بكم الطريق المستقيم. يقول رسول الله: ولا أراكم فاعلين، وبالفعل حاربوه وهجموا عليه وغدروا به. رسول الله في هذا الحديث ذكر في أبي بكر وعمر فضائل، وأنهم زهاد ولا يخافون في الله لومة لائم، وهذه الفضائل عامة لكل شخص. أما الشيء الغريب أن رسول الله لم يذكر هذه الأوصاف في حق علي عليه السلام. لماذا؟ لأنه يمتلكها أيضا، ولكن رسول الله أضاف إلى علي شيئا لم يقله في أبي بكر ولا عمر، وهو أنه هاديا مهديا يأخذ بنا إلى الطريق المستقيم. فإذا لم يكن الإمام علي عليه السلام معصوم فكيف سيأخذنا إلى الطريق المستقيم وهو بنفسه قد يخطأ في الطريق ونضل بسببه؟ المهم لا أحب أن أتشعب في هذا البحث، لأن هذا الحديث فيه وقفات كثيرة واستدلالات خطيرة. نرجع إلى الموضوع، نشاهد هذا المقطع. سؤاله الثالث عن حديث كل أمتي يدخلون الجنة، هل يشمل أيضا هذا أصحاب البدع؟ مع أن تمام الحديث يعني يجيب هذا عن هذا الموضوع. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. وهنا لما قال إلا من أبى معناه أنه ليس كل الأمة، لأنه استثنى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ يعني في أحد يدعى إلى الجنة لدخولها ويأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، أي من عصى. وهنا إما أن يأبى الدين كله ويعرض عنه، فهذا هو الكافر الجاحد المعرض، وإما أن يكون ترك بعض الدين بشيء لا يكفره، مثل أصحاب الكبائر مثل، فهؤلاء على خطر، نرجو لهم بإيمانهم ونخاف عليهم بمعصيتهم. ولهذا صاحب الكبيرة إذا مات عليها فهو من جهة الإسلام نرجو له موحد، ولكن من جهة الكبيرة نخاف عليه. فعلى كل حال من وقع في البدع أو الذنوب المعاصي
فهو يعني متوعد بالعذاب، ولكنه تحت المشيئة ما دام أنه في دائرة الإسلام. وهذا هو مفهوم الحديث الذي شرحته لكم: من يطع رسول الله يدخل الجنة حتى وإن عصى الله في بعض أحكامه، ومن يعصي ويجحد نبوة رسول الله يدخل النار حتى وإن أطاع الله في الظاهر. نفس هذا الشيء نطبقه على علي عليه السلام، أنك إذا أطعت عليا تدخل الجنة، وإن عصيت عليا تدخل النار، لأن الذي جعل عليا إماما هو الله سبحانه وتعالى، فطاعة علي هي طاعة الله، وعصيان علي هو عصيان الله. أظن أن معنى الحديث واضح جدا، وليس كما فهمه هذا الجاهل. إن علي بن أبي طالب عياذا بالله ونقل الكفر ليس بكافر، أفضل من الله تبارك وتعالى. الشيعة يعتقدون هذا. إذا كان كذلك فرسول الله عندكم أفضل من الله، لأنه من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فهل ستقول نفس هذا الكلام في رسول الله؟ نشاهد هذا المصدر يشرح هذا الحديث القدسي: دلائل الصدق لنهج الحق للشيخ محمد حسين في الجزء السادس صفحة 284، يقول: مثل ما روى أخطب خوارزم من علماء الجمهور عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه عطس آدم، إلى آخر الحديث، إلى أن يقول في صفحة 292: لا شك أن الإقرار بالله وبنبوة محمد صلى الله عليه وآله شرط للإيمان، وكذا الإقرار بإمامة علي عليه السلام، بناء على أن إمامته بنص الله ورسوله، وأنها كالنبوة أصل من أصول الدين، لكن الإقرار بها فرع الإقرار بالله ورسوله، ومن أقر بها تم إيمانه، ولم يقر بها كان ناقص الإيمان وإن أقر بالله ورسوله. فإذا عرفت هذا، عرفت أن من أطاع عليا عارفا بحقه كما هو مراد بالحديث كان مؤمنا مطيعا لله ورسوله بطاعة علي عليه السلام، لأن طاعته له بما هو إمام من الله تعالى مستلزما للإيمان بهما وطاعتهما، فيكون صالحا لدخول الجنة وإن عصى الله في بعض الأحكام، وعصى بها عليا صفحة 293 أيضا، لأن عصيانه حينئذ عصيان مؤمن أهل للغفران، كما أن من عصى عليا جاحدا لإمامته عاص لله ورسوله ومحل لدخول النار وإن أطاعهما في الظاهر، لأن طاعته لهما ليست طاعة مؤمن حتى تكون مقبولة، كمن أطاع الله في الظاهر وعصى رسول الله جاحدا لرسالته كأهل الكتاب. فصح ما في الحديث من قوله سبحانه: أقسمت أن أدخل الجنة من أطاعه وإن عصاني، وأن أدخل النار من عصاه وإن أطاعني، أي في الظاهر. كما يصح القول بأن من أطاع عليا كان من أهل النجاة والجنة وإن عصى رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن من عصى عليا كان من أهل النار وإن أطاع رسول الله في الظاهر، وذلك كله لا ينافي أكرمية محمد صلى الله عليه وآله من علي عليه السلام كما هو ظاهر. وبالجملة المراد بالحديث أن من أطاع الله في الظاهر وعصى عليا منكرا لحقه فهو من أهل النار لعدم إيمانه، وأن من أطاع عليا عارفا بحقه فهو من أهل الجنة وإن عصى الله في بعض الفروع، لأن عصيانه عصيان مؤمن فيكون أهلا للمغفرة والرحمة. فذلك إشارة إلى إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، وأن الإقرار بها شرط للإيمان، إلى آخر شرحه. وبعد هذا الشرح تبخرت هذه الشبهة المتهالكة من هذا الجاهل المدلس، والآن لنطبق عليه نصيحة المذيع. فلا تغالوا ولا يعني تدجلوا علينا ولا تكذبوا ولا تتبعوا الصهاينة. ختام هذا اللقاء هذه نصيحتنا للقوم في كل مكان: اعرضوا أقوال هؤلاء الذين يدعون العلم والذين يظهرون على شاشاتكم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصحيحة، وساعتها ستعلمون من الذي على ضلال مبين. إذن هذا الكائن طلع كذاب مدلس وخان الأمانة العلمية. قال عليه الصلاة والسلام: فانطلقنا. ثم في آخر الحديث قال له جبريل: وأما الرجل الذي رأيته يشرشر شدقه إلى قفاه فهو الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وحدك الفاروق الأعظم يا علي، علي أول علي آخر علي باطن علي ظاهر علي شاهد علي ناظر علي حاضر.